السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة بقى بصوا انا هعمل فراخ مشوية. بس الوصفة بقى هوريها لكم ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. بصوا انا معايا فرخة اهي، طبعا غسلها حلو جدا. حطيتها في المصفى، هي كبيرة شوية، وحطيتها في المصفى تتصفى خالص. طبعا غسلها حلو طبعا بالدقيق والليمون وكده، وسبتها تتصفى. وطبعا زي انا ما قلت قبل كده، بلاش نجيب الفراخ ونعملها في نفس اليوم. لازم نجيبها ونسيبها تهدى يوم يومين في الفريزر شويه، لان في نفس اليوم بتشد وتبقى مش حلوه. انما لما تدخليها الفريزر وتطلعيها، تحس ان لحمها بيبقى طري وبتبقى حلوه كده وطعمها حلو، ما بتشدش يعني، وتستوي بسرعه. خلاص بصوا بقى يا حبايبي كده، نسمي الله ونصلي على الرسول. بصوا انا معايا برتقانايه، ما تستغربوش من البرتقان على فكره، انا بستخدمه جدا في البط وفي الفراخ. حطها هنا عادي، البرتقال زي الليمون بالظبط. معايا طماطم، انا عايزه بقى ايه اغرقها من كل التتبيله. بصوا معايا طماطميتين كده، معايا بصلايه. كل الحاجات دي بتخلي طبعا الفرخه ريحتها حلوه وايه وجميله وطريه كده، جوسي شويه. معايا فلفل، حابين تحطوا فلفل حامي، بس انا ما برجحش في الوصفه دي فلفل حامي، يعني الفراخ المشويه ملهاش علاقه بالفلفل الحامي. خلاص. ومعايا طبعا الليمون دوت اهو، هعصره بس ما انزل ايه مضرب الوصفه. بصوا بقى التوابل بتاعتي، عشان ايه نشوف بس التوابل مع بعض. بصوا بقى التوابل بتاعتي مبدئيا كده، معايا زعتر. الزعتر الناشف ده طبعا بيبقى حلو جدا في المشويات، هحط هنا شويه، بيبقى حلو قوي يعني بصراحه. معايا قرفه، حبه قرفه صغيرين جدا، ما احطش كتير. بصوا الشعره صغيره كده اهي. طبعا معايا بصوا فلفل اسود طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الملح، دي التوابل بتاعتنا اللي بنحطها. معايا برضو مكعب مرق، احطه برضو، بس لازم اضربه مع الخلطة علشان ايه تدوب. طبعا الخلطة دي انا هزودها برضو شوية مية. معايا توم باودر، بصوا لا ده بصل باودر اهو، بصل باودر وتوم باودر. دي التوابل اللي بتغني عن توابل الفراخ اللي بنجيبها من عند العطار، لان هما بيخلطوا كل الامور دي على بعضها. اهو ده بصل باودر، حطينا بصل، ده توم ده. بس طبعا انا زي ما انا قلت لكم، انا بحط كل التوابل في التلاجة، ما بحطش التوابل بره التلاجة خالص. اهو ده توم باودر. واخيرا صويا صوص، شويه صويا صوص صغيرين برضو مش كتير اهو. الصويا صوص الغامقه دي تخلي الفراخ حلوه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اخد بقى كل الحاجات ديت كده ان شاء الله اضربها في الخلاط. بصوا بقى انا ضربت كل المكونات بتاعتي اهو في الخلاط. معايا الصينيه عصرت فيها الليمون، وهحط شويه زيت، حبه زيت كده حلوين. وهجيب بقى الفرخه بتاعتي دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طبعا مغسوله زي ما قلت حلو، متصفيه، احطها هنا كده. بصوا من جوه نضيفه. انزل بقى بالخلطه بتاعتي دي كده، هحميها بالخلطه دي. هديها بقى ايه مساج حلو كده بالخلطه دي كده، جوه وبره كله. حلوه جدا 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 ان شاء الله. بصوا
طبعا انا هحطها على النار بس شويه طبعا علشان تبقى مستويه كده ودايبه معايا، وبعدين هرجع ادخلها الفرن. بصوا نحميها كده ونعمل لها مساج حلو بكل التتبيله دي كده. بصوا خدها بقى كده، انا هسيبها شويه طبعا في التتبيله، وبعد ما هسيبها ان شاء الله هاخدها احطها ايه، هحطها على النار وبعدين هندخلها الفرن. بصوا بقى هنا هعمل جنب الفراخ برضو كفته كده مشويه اهي. طلعت الكفته طبعا برضو بتفك من بالليل، بسيبها كده. وبصوا بقى انا هضرب ايه في الكبه، بضرب بصلايه كده حلوه طبعا على كميه اللحمه اللي عندك دي، يعني البصلايه دي حلوه على اللحمه اللي عندي، لان انا طبعا مش هعمل دي كلها. طماطمايه بتخلي الكفته بصراحه مسكره وحلوه جدا جدا جدا. بس انا بقى هضربهم ناعم لما هخليهم زي الميه، يعني انا بصوا هخليهم ميه يعني. ومعايا برضو مكعب مرق، متستغربوش يعني في الوصفه دي كده، مكعب المرق بيدي طعم حلو جدا. هضربهم بقى كده في الكبه وهضيفهم على اللحمه المفرومه. بضربهم بس عشان الكبه بتعمل ازعاج، ونرجع تاني ان شاء الله. بصوا بقى انا ضربت، بصوا في الكبه ازاي خليته ميه ميه. بصوا ميه خالص اهو. اهو انزل بيه بقى كده على اللحمه، بصراحه بيخلي اللحمه حلوه جدا جدا جدا، وفيها عصاره كده وطريه. التوابل بقى اللي انا هحطها فلفل اسود وملح بس، ما بحبش احط توابل كتير في اللحمه بصراحه. فلفل اسود وادي ملح. طبعا انا ايه هاخد بالي من الملح علشان انا حاطه ايه مرقه. خلاص هدخل بقى كل المكونات دي كده في قلب بعضها، ان شاء الله اصبعها ونشوف بقى ان شاء الله لما تخلص هتبقى عامله ازاي. هنعمل بقى جنبهم هنا شويه رز بسمتي. انا دخلت الفراخ الفرن، انا حطيت بصلايه ومع شويه زيت. بحب الرز البسمتي اعمله بسمنه، بيبقى احلى يعني، ما تنزلش يعني تكون يعني. نحط هنا حبه كده قرنفل، احنا عملنا مع بعض كذا مره قبل كده اكيد يعني. نحط عود وقرفه، نحط لومي. بصراحه انا بشوف ناس كتير بيحطوا اللومي دوت في الشوربه، بس مش عارفه ايه علاقته يعني بالشوربه بصراحه. يعني انا احس انه ممكن يمرر الشوربه. اللي بيحطوا في الشوربه والشوربه مش بتطلع مره يقول لي في الكومنتات، لاني انا بشوف ناس كتير فعلا بتحطه في الشوربه، بس انا مش عارفه ايه علاقته بالشوربه يعني. عرفونا كده الناس اللي بتحطوه في الشوربه بيدي طعم ايه، او ما بيخليش الشوربه فيها مراره. سيب بقى كده البصله بتاعتي تدبل، سيبها تدبل بقى ونرجع تاني ان شاء الله. بصوا بقى البصله بتاعتي احمرت اهي. بصوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، معايا طماطم، معايا جزر، معايا معلقه صلصه، هنزل بهم بقى كده كلهم. طبعا انا بغلي ميه لان انا ما عنديش كاتل. طبعا ايه بس دول برضو كده ياخدوا شويه كده من البصل ويدخلوا في قلب بعضهم عشان هنضيف الرز بقى على طول ان شاء الله. هنزل بقى بالرز، بس معايا بصوا هنا شويه زبيب بحب احطهم كده. بصوا شويه زبيب كده بحب احطهم كده، بيدوا كده تسكيره مع المزازه بتاعت الملح والحاجات دي، يبقى طعمه حلو شويه. طبعا انا زي ما قلت لكم انا مش بغسل اي نوع رز، انا بجيب كل الانواع. الرز نضيفه جدا، مش بغسل الرز خالص، حتى رز حشو رز بسمتي اي حاجه انا ضد غسيل الرز. انزل بقى كده بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
عادي بقى ملح وفلفل اسود، ملح فلفل اسود، وهنزل بالميه ونسيبه بقى يستوي عادي جدا، ونهدي عليه النار لما يستوي. بصوا بقى انا هعمل طبعا برضو ايه شويه ملوخيه، احط الحله كده. طبعا كلنا انتوا شايفيني ان انا ما عملتش حاجه فيها الشوربه ولا كده، بس طبعا ايه انا كان عندي شوربه بط في الفريزر. بصوا بحطها في ايه، فطبعا قلت ايه وانا يوم ما عملت البط ما عملتش ملوخيه يعني، فقلت خساره دي الشوربه دي عايزه ملوخيه، فانا بقى هاخد الشوربه دي. بصوا انا كنت هحطها في الفريزر في البطرمان ده. بصوا الدهون بقى والحاجات دي بتاعت البط وكده تبقى الملوخيه حلوه جدا. فانا بقى ايه هفتحها كده وهاخد منها شويه وهشيلها برده تاني، ممكن احتاجها في اي حاجه تاني، لان انا لما بيكون عندي شوربه بصراحه بشيلها في الفريزر على طول ما برميهاش. هنزل كده بقى بشويه الشوربه اهو، هعمل بس شويه ملوخيه صغيرين. طبعا هنحتاج شوربه وانا النهارده مش عامله حاجه فيها شوربه اهو. بس اخدها بقى ارجعها برده الفريزر تاني، بس الشوربه بس تسيح عشان طبعا فيها دهون. بصوا بقى ده الشكل النهائي، ادي الملوخيه وادي الرز وادي الكفته وادي الفراخ. طبعا بصوا سبتها لما نشفت خالص في الفرن الفراخ المشويه، وادي الرز اهو، وطبعا عملت السلطه والملوخيه. جربوا بقى كده الوصفه وان شاء الله يا رب تعجبكم ان شاء الله، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.